السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. هنعمل النهاردة وصفة غدا حلوة قوي. بس انا حبيت اعمل الفيديو كده كوباية الشاي، لان انا داخلة المطبخ يبقى كوباية الشاي دي جنبي. انا عارفة انها كبيرة قوي، وان كل اللي يشوفني يقول لي حرام عليكي حرام عليكي كوباية الشاي دي كلها انك تشربيها. على فكرة المج ده كبير. عارفين الشوب بتاع عصير القصب اهو باين اهو. ده معرفش ادخل المطبخ كده غير لما يكون ده جنبي. حطيته جنبي كده بقى. نبدأ الوصفة بتاعتنا، نسمي الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا. انا عارفة ان النهاردة يوم شتاء، يعني يوم يا محشي يا عدس، ده طبعا الاساسي بتاع الشتاء ده. حبيت النهاردة ان احنا نعمل اكلة تدفي، حلوة جدا جدا ان شاء الله وهتعجبكم قوي قوي. هنعمل النهاردة صينية سمك جميلة جدا جدا، وهتدفي كمان، مش ان هي مجرد ان هو سمك بس هتدفي كده وبطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة انا عندي المبشرة دي اللي هي بتاعة الشيبسي، الجنب اللي فيه الشيبسي. بدأت ان انا اقطع فيها كده. لو موجودة عندك المبشرة دي هتقطعيها، لكن لو مش موجودة ما تعملوش بالمبشرة التانية، لانها هتخلي لكم البطاطس رفيعة قوي زي الشيبسي. يبقى هتستخدموا على ايديكم، هتقطعوا بايديكم البطاطس، يعني ايه، طرنشات صغيرة جدا كده رفيعة او تخينة زي ما انتوا عايزينها، بس هي رفيعة علشان السمك ما بياخدش وقت في التسوية. وهي بقى والجزر والخضروات اللي انا حطاها تستوي بسرعة. اول حاجه حطيت بصلتين كبار زي ما انتوا شايفين، قطعتهم كده. قطعت كمان حبيتين من البطاطس. حطيت جزرايه واحده بس. جبت قرنين من الفلفل بقى، يا سلام لو تحطي حامي حطي وما تقوليش لا، هيبقى حلو قوي قوي. عندي كمان طماطميتين قطعتهم سلطه. ده الاساسي، دي الفرشه اللي هحط عليها السمك. فده الاساسي بتاعه. الخضار ده مش هقول لكم جميل قد ايه، وهتشوفوه في اخر الفيديو. تابعوا معايا للاخر هتلاقوه روعه روعه روعه. هنيجي بقى بعد ما عملنا الخضار بتاعنا كده وجهزناه، هنعمل بقى التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك. انا جبت الاول بولة فاضية وهحط فيها زيت زيتون. انا استخدمت زيت زيتون، ممكن تستخدموا اي نوع زيت، مش هيقول لا، حلو جدا برضو. حطيت بقى ملح، حطيت كمان نص معلقة من الفلفل، حطيت كمون لان السمك بيحب الكمون. بهارات سمك بقى، وبهارات السمك دي انا عاملاها في البيت، عاملاها بقشر الجمبري، يعني حاجة روعة قوي. لو مش موجودة عندكم برضو اعملوا ايه، حطوا بهارات سمك. إيه طبعا حطيت بابريكا. حطيت كمان زي ما انتوا شايفين شطة كده، كانت عندي انا مخزناها اللي بعمل منها الدقة بتاعت البتنجان السمك لأي حاجة. عندي معلقة صلصة كبيرة، عندي معلقة توم كبيرة. عندي كمان الليمون، هعصر ليمونة. حابين تزودوا في الليمون نزودوا، انا عصرت ليمونة بس. الليمونة التانية دي بقى اللي هقطعها واحطها على وش السمك. عندي كمان شوية كزبرة خضرة كده قطعتهم زي ما انتوا شايفين، علشان هتدي بقى ايه، ريحة وطعم جميلة جدا. الخلطة دي حلوة قوي وجميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة، من غير ما نستخدم كبة ولا نستخدم اي حاجة. انا بعتذر اولا لصوتي، لان انتوا عارفين الجو وحش بقى، وتغيير الجو ده يبقى لازم برد. ده طبيعي، يعني معظمنا هتلاقوا عندهم برد في الوقت ده. جبت كده معلقه كبيره من التتبيله حطيتها على الخضار عشان اتبل الخضار. وجبت بقى السمك، اي نوع سمك انت بتفضليه. انا جبت البلطي، وزي ما انتم شايفين وشرحته كده بالسكينه. وبدات ان انا احط من جوه التتبيله. وكمان حطيت شويه من البصل، يعني خدت من البصل والخضار ده زي ما انتم شايفين كده حشيته، علشان كمان السمكه من جوه يبقى فيها الخضار وبيستوي. يعني لو جت بطاطسايه كمان هتستوي وتبقى زي الزبده جوه. تبلتها بقى من جوه ومن بره السمك بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وكله في الصينيه واحده، علشان ما ناخدش بقى ايه مواعين كتير ولا تبقى كركبه. وزي ما قلت لكم الليمونه الاخيره انا قطعتها كده. لو بتحبوا بقى الفلفل الحامي قطعوا كده على وش برضو السمك، او حطوا القرون كده يفتحوها وحطوها تبقى حلوة قوي. زودت كمان شوية زيت زيتون. وكده تمام، هحطها بقى في الفرن، بس هغطيها بورق فويل او اي صينية تكون اكبر منها. اهم شيء انها تكون الاول على فرن حامي، ما نحطش السمك على فرن بارد علشان ما ينزلش المية بتاعته ونلاقوا زفارة. شغلوا الاول الفرن وبعد كده نحط الصينية.
اول ما يشرب بقى السمك يستوي، هتلاقوا طبعا فيها سوائل، تشيلوا الورق الفويل او الصينيه، وبعد كده تروحوا حاطينها تحت الشوايه. هنيجي نعمل الرز بقى. انا هعمل رز صياديه. انا جبت الاول بصلايه كبيره كنت مقطعاها صغير، وبدات ان انا احمرها. رز الصياديه البصله بتبقى يعني ايه، حمرا، مش ذهبي، لا بنحمرها شويه، بس اهم شيء ما نحرقهاش عشان ما تبقاش ممرره. حطيت بقى الميه مغليه علشان تبقى زي ما انتوا شايفين. اول ما حطيت الميه الرز معايا بقى يغلي بسرعه. ده اسهل طبعا واسرع، وبيخلي الرز كمان ايه معانا مفلفل وحلو. ضفت عليهم كمان الملح، وضفت كمان الكمون. لو عندك رشة قرفة حطيها، هتبقى حلوة قوي. الرز المصري اللي احنا بنجيبه السايب من عند البياعين، بنحط على كوباية الرز بنحط كوباية من المية. لو رز زي الأكياس اللي أنا بجيبها دي اللي هي ما بتتنقاش، اللي بتلمع، اللي بيبقى فيها زيت دي، بحط كوباية وربع من المية على الرز المصري ده. فطبعا وانت كمان الرز بتاعك بتبقي مجرباه وعارفه. انا بقالي سنين كتير قوي انا ما بعايرش بصراحه يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده. انا بقت عينيا هي معيار للرز، وما شاء الله ما شاء الله بيطلع حلو قوي ومفلفل، والعيار بتاعه بيبقى مظبوط. بتيجي بقى من الخبره، يعني واحده واحده كده للبنات المبتدئه، هيجي معاهم بالخبره كده وهيعرفهم العيار بتاعهم. وكل رز حبايه رز بتبقى غير التانية. رز بياخد ميه كتير، رز ما بياخدش ميه كتير. انا سبت بقى الرز عندي هنا لغايه ما اتشرب، هو لسه مستواش، هو يا دوب اتشرب الميه بس. هقلبه بقى علشان كله يستوي، ما يبقاش جنب مستوي من فوق مش مستوي تحت يبقى مستوي، لا. هقلبه كله مع بعض، وهغطيه وهوطي بقى عليه علشان يستوي براحته. في الوقت ده السمك طبعا في الفرن كان خلاص بدأ ان هو يستوي، وانا شلت عليه الصينية اللي انا حطيتها، وسبته بقى يشرب المية بتاعته. وهنعمل كمان السلطة الخضراء. بتمنى بقى لو حضراتكم وصلتوا معايا في الفيديو لغاية هنا، ما تنسوش بقى اللايك من ايديكم الحلوة دي، علشان القناة بتاعتنا توصل بيكم وتكبر بيكم، وكمان الشير بقى لكل اصحابكم علشان القناة كمان تتعرف. واللي لسه بقى ما اشتركش في القناة يشرفني وينورني، ويكون شرف ليا، اعز اخوات ليا، ان هو يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصلوا كل جديد من وصفاتي. انا عارفة ان في ناس الفترة اللي فاتت ما اشتغلتش فيها، وفي ناس كتير ما بيوصلهاش الاشعار بتاع القناة بتاعتي. يعني من ضمنهم اختي بتقولي انا لو ما دخلتش على الفيديوهات على القناة ما بلاقيش الإشعار ده، لأن أنا كنت قاعدة فترة طويلة. فالواحد بيبدأ إن هو بقى يشتغل الفترة دي علشان يبدأ الإشعارات تظهر، وكمان القناة تتشاف. فلو لو الإشعارات ما بتظهرش عندكم، ممكن تلغوا الاشتراك، وبعد كده تشتركوا تاني وتفعلوا الجرس على الكل علشان الإشعارات تبدأ إن هي تظهر عندكم. معلش طولت عليكم، انا عارفه ان انتوا اخواتي وحبايبي، وان شاء الله مش هتخذلوني في كده. هنيجي بقى هنا زي ما انتوا شايفين عملت السلطه، وشايفين الرز ما شاء الله. انا بوريكم الحله، مفيش رز بقى في القعر باين، كله ما شاء الله جميل ازاي ومفلفل، لونه حلو كمان. انا كمان التصوير ده ظالم جدا السمك، وكمان ظالم الرز. السمك على فكره انا كنت بقى خلاص مستعجله عليه وطلعته. على فكرة هو يعني ايه، هو مستوي من الفرن، انا ما حطيتهوش تحت الشواية. انا خد لون، اللون ده باين حلو قوي، بس هو في التصوير بصراحة ظلمه جدا جدا. إيه طبعا انت بقى طبعا عايزه يبقى احمر اكتر من كده، حطيه تحت الشوايه. انا ما حطيتهوش بصراحه، انا اخدت على اللون الحلو ده اللي هو من الصهد بتاع الفرن. كان عاطيله لون حلو قوي بس مش باين في الكاميرا. فبدأت بقى ان انا اغرفه زي ما انتوا شايفين. السمكة مستوية وماسكة نفسها، كمان البطاطس دي وشوية الخضار دولت هم كفاية كفاية من غير السمك. هم روعة كده ودايبين كده ومستويين، بجد بجد حاجة كده روعة روعة. صينية سمك دي اللي تدفي النهاردة في الشتاء والسقعة دي. شوية الرز طبعا الصيادية، شوية السلطة. ممكن طبعا بقى تحطي بصل، اليومين دولت البصل كتير في السوق، هتحطي اي خضار. انا كان عندي خضار بصراحة بس سبته بقى لوصفة بكرة. هنعمل اكلة حلوة قوي برضو من اكلات زمان والاكلات القديمة الحلوة اللي تدفينا، واكلة بسيطة جدا من غير فراخ ولا لحمة ولا اي حاجة، بس تدفي وطعمها هيبقى حلو وجميل جدا. وزي ما انتوا شايفين السمك مستوي ازاي.
ازاي. يا رب الوصفة بتاعتنا تعجبكم، وده كان غدانا النهاردة. يا رب ينال اعجابكم، وزي ما قلت لكم لو عجبكم بقى الغدا بتاع النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. بحبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.